يا مساء الخير. محمد صلاح يحرز لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي لموسم 24-25. محمد صلاح باللقب دوت يكون حقق هذا اللقب 3 مرات. المره الاولى كانت سنه 2017 2018، الموسم الاول له في ليفربول. المره الثانيه كانت سنه 2021 2022، والموسم اللي فات هي المره الثالثه. محمد صلاح بهذا الانجاز اصبح اول لاعب في التاريخ يحقق هذا اللقب 3 مرات، واللي بدأت هذه الجائزة سنة 73-74، ومنذ هذا التاريخ لم يحقق أي لاعب في العالم اللقب 3 مرات إلا محمد صلاح ابن مصر، فخر مصر وفخر كل المصريين. محمد صلاح بهذا الإنجاز الحقيقي التاريخي اللي حفر اسمه في تاريخ كرة القدم لأيام وسنين عديدة، لن يستطيع أحد أن يحقق هذا الرقم في المستقبل القريب. محمد صلاح بهذا الانجاز الحقيقه انه تفوق على عدد من اساطير كره القدم اللي لعبوا في الدوري الانجليزي، ومن بينهم مارك هيوز، الان شيرر، كريستيانو رونالدو، تيري هنري، الحقيقه كيفن دي بروين. يعني محمد صلاح الحقيقه الكلام فيه ما يكفيش. محمد صلاح عبقريته مش بس في إصراره ودأبه على النجاح وتحقيقه، إنما محمد صلاح عبقريته كمان في اختياره لقراراته وتوقيت اختياره لقراراته. محمد صلاح الحقيقة إنه آخر موسمين اتعرض عليه عروض عظيمة جدا من الدوري السعودي انه ينتقل ليه بفرق اموال كبيره جدا. محمد صلاح رفض، وكان رفضه طبعا مش عشان الدوري السعودي لا قدر الله وحش ولا حاجه، طبعا الدوري السعودي دلوقتي بقى اقوى او من اقوى دوريات المنطقه، ولكن محمد صلاح كان شايف ان هو مشي مشوار كبير، يمكن عدى 50-60% من تحقيق حاجات معينه في دماغه، عايز يعمل تاريخ. ولان محمد صلاح المصري، الجينات المصريه التي دايما ما تساهم في الانجازات التاريخيه العظيمه وكتابه التاريخ بكل اطيافه ومعانيه والمساهمات الحضاريه مهما كانت حالتنا، لان احنا ما زلنا نؤثر جدا في الحضاره العالميه والبشريه في كل مجالاتها. فدايما هتلاقي اسم مصر مرتبط بكل او معظم انجازات العالم الحضاريه في كل المجالات. وبالتالي محمد صلاح اختار انه لا، انا عايز اعمل التاريخ ده، عايز اكمل المشوار ده، انا وصلت لمرحله كويسه قوي فعايز اكمل المشوار ده. وبالتالي الفلوس في الاخر مجرد رقم. فلوس لما بتوصل لحد ما، حتى لو بنتكلم في الماديات يعني، لحد ما، وبعد كده خلاص بقى مجرد رقم، الباقي كله مجرد، مش هتعمل حاجه زياده يعني. وبالتالي محمد صلاح فهم كويس قوي هو عايز ايه، هو عايز يعمل تاريخ، عايز يعمل اسم. وبالتالي ما نصعش الاغراءات الماديه عشان يجري وراها، انما جري ورا حلمه وطموحه انه يبقى واحد من اعظم لاعبي التاريخ، ان يتكتب اسمه بانجازات لم يحققها احد. محمد صلاح فخر لنفسه ولعيلته ولاهله ولينا ولكل مصري، لان محمد صلاح الحقيقه الانجاز اللي عمله بعبقريته واصراره وطموحه ونجاحه يخلينا كلنا فخورين بيه. شكرا محمد صلاح، كلنا لازم نكون فخورين بيك، وبالتوفيق دايما لكل محمد صلاح في مصر. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. مساء الفل.